السلام عليكم. النهارده هنعمل مربى الفراولة، وهتبقى قوامها كريمي كده احلى من الجاهزة، كمان هتبقى قمر بالشكل ده. عملت مربى التين ومربى البرتقال بالجزر، هتلاقوا طريقة تحضيرها في اخر الفيديو. بس ما تنسونيش في اللايك، يا ريت نحط اللايك. يلا نسمي بسم الله. معايا 2 كيلو من الفراولة، تكون طازة بالشكل ده. ما تكونش مثلا فيها واحدة خضراء او بايظة او بيضة، لازم تبقى طازة بالشكل ده عشان هتبوظ لي كل الفراولة. يعني لو واحدة بايظة هتبوظ كل الفراولة وتغير الطعم. ومعايا كيلو من السكر، اي سكر موجود عندي. هشيل العنق بتاع الفراولة بالحتة الناشفة اللي تحت، وهقطعها مكعبات. ممكن اقطعها نصين، ممكن اقطعها مكعبات صغيرة، اي تقطيع. عملت البسبوسة والحجازية الاسكندراني ووصفات حلو وحادق كتير، عايزاكم تنزلوا صندوق الوصف تشوفوهم وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. بس يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. عايزين نتعود نعمل كل حاجة في البيت عندنا. يعني الفراولة بنعملها في الموسم بتاعها، البرتقال في الموسم بتاعه، اي فاكهة نعملها في الموسم بتاعها هتوفر معانا. وهنملى البيت خير، هنعملها المربى سندوتشات لولادنا في المدارس، هنفطر منها، نتعشى منها، هنحشي بيها التورتات الجاتوهات، هنعمل منها البيتيفور، نزل منها البيتيفور والسابلين، هنعمل منها تارت الفراولة. يعني بتبقى حاجة تحفة كده. هحط طبقة من الفراولة وطبقة عليها من السكر كده، هغلفهم مع بعض كده. هقلب كده مع بعض. طبعا لو عايزين نعملها على طول ممكن نعملها على طول، بس هنضيف لها نص كوباية مية وهوطي عليها النار خالص. هتبقى برضو معانا تحفة وهتبقى جميلة. ممكن اسيبها 3 4 ساعات كده تنزل السوائل اللي فيها، او مثلا اسيبها ليلة في التلاجة. يعني احطها من بالليل في التلاجة والصبح اشتغل فيها على طول. كده خلصنا كل الكمية. انا هسيبها في التلاجة بالليل، وتاني يوم الصبح على طول اشتغل فيها. كده هتبقى معايا بالشكل ده، هطلعها الصبح من التلاجة بالشكل ده. نزلت كل السوائل اللي فيها، والسكر خلاص داب كده. اهو بصوا، كل السوائل اللي في الفراولة نزلت والسكر داب خالص. هنزل بيها في حلة على النار. واول ما تبتدي تغلي كده ههدي النار. وكل ما تعمل طبقة ريم كده هشيلها على طول. هبقى واقفة جنبها بقى، كل ما تعمل طبقة ريم هشيلها على طول. هكون مجهزه البرطمانات عندي تكون ناشفه جدا، اكون معقماها. ميه مغليه ومعلقه خل كده، احط فيها البرطمانات، اسيبهم شويه فيها، بعد كده اسيبهم يتصفوا والبرطمانات تبقى ناشفه خالص. هشيل كل الريم كده من على الوش، وهدي عليها النار خالص. كده المربى استوت معايا. عشان اتاكد ان المربى استوت هاخد حبه من السوائل احطهم في طبق، اعمل زي نقطه في الطبق كده. لو لقيت النقطه دي ثابته ما بتتحركش، يبقى كده المربى خلاص استوت معايا وبقت جاهزه. لو عايزه اسيبها كده قطع هسيبها. لو عايزه مثلا اعملها بالخلاط، اضربها بالخلاط تبقى قوامها كريمي، ممكن اضربها في الخلاط ضربه كده يبقى قوامها كريمي. هعصر عليها ليمونه كامله، وهعملها بقى كده بالهراسه. هخلي فيها قطع هيبقى قوامها كريمي وفيها قطع. لو عايزاها كلها كريمي هضربها في الخلاط، هتبقى بالشكل ده. هسيبها بقى تهدى معايا خالص، اكون مجهزه البرطمانات بتاعتي. اول ما تهدى خالص هصبها في البرطمانات، مش هحطها وهي سخنه كده لان هتعمل بخار هيبوظ المربى. انا بصوا بغرفها وهي سخنه اهي، لسه سخنه.
بصوا القوام بتاعها كريمي وجميل ازاي. لسه بقى لما تبرد خالص هتتقل ويبقى قوامها تقيل خالص. هي لسه بتغلي اهو، بصوا قوامها عامل ازاي. اول ما تهدى بقى خالص كده وتبرد تبقى قوامها تقيل. عملنا 3 برطمانات، البرطمان 430 جرام، وعملنا بولة يعتبر 4 برطمانات. يعني وفرنا، شوفوا طبق سعر البرطمان كام بره. يبقى كده وفرنا جامد في البيت، وعملنا حاجة نظيفة وفاكهة نظيفة وكل حاجة عاملينها بايدينا. بصوا القوام قمر ازاي وكريمي. يلا كده ندوق. جامدة قوي. باي باي.